السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في فيديو جديد عن بطاقة التموين. قبل ما أبدأ في القرارات الجديدة لوزارة التموين أحب إنك تعملي لايك وشير واشتراك في القناة، لأني هنزل لكم كل جديد في وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم، ودول أهم حاجة بيهتموا بيها الآباء والأمهات. ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناة، وهندخل في الموضوع على طول. النهاردة وزارة التموين قالت إنه في تحذير مهم جدا للزوجة اللي بالفعل هي تزوجت ولسه موجودة على بطاقة والدها أو والدتها، لأنه بالفعل من أول السنة الجديدة من أول شهر 1 هيتم حذف الزوجة دي من بطاقة باباها أو من بطاقة مامتها حذف نهائيا، وكمان هتتحذف من قاعدة البيانات. طيب ايه اللي المفروض حضرتك تعمليه علشان تحمي نفسك من الحركة دي؟ انك تفصلي نفسك من بطاقة والدك أو من بطاقة والدتك وتضيفي نفسك لبطاقة الزوج. طيب في حالة إن كنتي حضرتك أرملة أو مطلقة، افصلي نفسك من بطاقة الأب واعملي لنفسك بطاقة جديدة خالص باسمك. الكلام دوت هيتطبق من أول بداية السنة الجديدة لشهر 1. فحاولي بأقصى سرعة إنك تعملي فصل لنفسك وتطلعي بطاقة باسمك لو في حالة انك زوجة مطلقة او ارملة. طيب لو زوجك ليه بطاقة ضيفي نفسك لزوجك. الحاجة التانية، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضم 4 افراد بحد اقصى لبطاقة التموين. وزارة التموين قالت ان اقصى حاجة لعدد بطاقة التموين هو 4. طب لو في بطاقة تموين الفترة اللي جاية من اول السنة الجديدة 5 أو 6 أو اكتر من 4، هيتم الحذف تلقائيا الاشخاص الزيادة من بطاقة التموين. يعني فجأة هتلاقي بطاقتك لو انت 5 هتلاقي بتاعتك بقت 4 أفراد. مين الشخص اللي اتحذف مش مهم، مش لازم يكون آخر شخص اتضاف، لا هتلاقيها على طول كل الأشخاص هتبقى 4 أفراد. طيب عشان حضرتك تتلاشي الحركة دي تعملي إيه؟ حاولي إنك تفصلي شخص من بطاقة التموين، تخلي ليه بطاقة لوحده. إزاي؟ يعني مثلا الولد اللي أكتر من 22 سنة هو من حقه إنه يفصل نفسه ويعمل بطاقة منفردة. لو عندك حد في بطاقة التموين جايب السن ده، خليه يفصل نفسه ويعمل لنفسه بطاقة منفردة. حاولي انك تفصلي اشخاص من بطاقة التموين يكون ليهم الأحقية في انهم ينفع يعملوا بطاقة تموين لوحدهم، افصليهم تماما وخليهم بطاقة تموين لوحدهم. طيب ده بالنسبة للزوجة اللي عندها أهلها، احنا قلنا تفصل نفسها وتعمل لنفسها بطاقة جديدة. بالنسبة لبطاقة التموين اللي فوق 4 أفراد، حاولي لو في حد انك ينفع تفصليه وتعملي له بطاقة تموين جديدة يكون أفضل، لأنه بالفعل هيتفصل لوحده من بطاقة التموين، هيتحذف من بطاقة التموين. بالنسبة للزوجة المحرومة نهائيا وغير موجودة على قاعدة البيانات، يعني الزوجة اللي لغاية دلوقتي مش عارفة تضيف نفسها على بطاقة جوزها، قريب قوي هيتفتح ان هي من حقها انها تضيف نفسها في الايام اللي جايه ان شاء الله. وهنزل لكم هنا على القناه اول ما قرار اضافه الزوجه المحرومه تنزل، هنزل لكم هنا على القناه ان شاء الله طريقه كمان انك ازاي تضيفي نفسك للزوج. دلوقتي هقول لك ايه الاوراق المطلوبه علشان تفصلي نفسك من بطاقه الاب، علشان لو هتروحي مكتب التموين او هتسجلي عن طريق موقع دعم مصر او موقع بوابه مصر الرقميه، تبقي مجهزه الاوراق المطلوبه منك. رقم 1 لفصل الزوجه من بطاقه الاب، او فصل اي شخص من بطاقه الاب، او في نفس الوقت الاضافه الى بطاقه الزوج. 1 صوره البطاقه الشخصيه للزوج، صوره البطاقه الشخصيه للزوجه، رقم تليفون مسجل باسم الزوج. دي ضروري جدا يا جماعة، يعني يكون رقم التليفون باسم الزوج نفسه، باسم الزوج اللي حضرتك هتضيفي نفسك ليه. ما يبقاش مثلا الخط انت اللي جايباه، انت اللي جايبه له، لا هو يبقى جايبه لنفسه ومتسجل في الشركة بتاعة التليفونات باسمه هو. واسم الام، خدوا بالكم يا جماعه، اسم الام للزوجه، اسم الام للزوجه انه. طيب مين هي الفئات المستحقه حاليا لاضافه المواليد بتاعه بطاقه التموين؟ احنا عارفين ان بقالنا فتره اضافه المواليد بتاعه التموين موقوفه. طب مين هي الفئات المستحقه لاضافه المواليد بتاعه بطاقه التموين؟ الفئات الأولى بالرعاية الذي يحق لهم إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد. 1 المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، الناس اللي بتاخد معاش الضمان الاجتماعي. المستحقون لمعاش السادات، الناس اللي بتاخد معاش السادات، أو الناس اللي بتاخد معاش مبارك، المستحقون لمعاش مبارك. المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، يبقى الناس اللي بتاخد معاش الضمان الاجتماعي، الناس اللي بتاخد معاش السادات، معاش مبارك، معاش تكافل وكرامة، الناس دي كلها من حقها انها تعمل بطاقة تموين جديدة أو تضيف المواليد. الأرامل، المطلقات، المرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، وطبعا بيجيبوا ما يثبت المرض وربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض. القصر الذي ليس لديهم عائل أو دخل ثابت. مين هم القصر؟ اللي مثلا لسه تحت السن وباباهم ومامتهم متوفين، تمام، أو باباهم مثلا متوفي.
العمالة المؤقتة، العاملون بالزراعة، الباعة الجائلون، العمالة الغير منتظمة، المهنيون، الحرفيون، المتعطلون ومن في حكمهم، يعني العطل، الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل. يعني ممكن تبقي بالفعل متعلمة أو معاكي شهادة دراسية بس أنت ما بتشتغليش لغاية دلوقتي، من حقك إنك تعملي إضافة بطاقة جديدة أو إضافة مواليد. بس دوت هيتعمل ازاي؟ للحاصلون على مؤهلات دراسية وما بيشتغلوش بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه. يعني يكون إنك بتشتغلي شغلانة المرتب بتاعها ما تعداش ال 2400 جنيه. أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه. آخر حاجة العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه. يعني اللي شغالين في الحكومة أو في القطاع الخاص لكن مش دخلهم أقل من 2400 جنيه، ذوي الاحتياجات الخاصة. وطبعا الفصل شغال دلوقتي عادي في مكتب التومين، أنا على موقع دعم مصر أو موقع بوابة مصر الرقمية. وأول ما إضافة المواليد تبدأ يفتحوا الموقع إن شاء الله هعمل لكم فيديو لطريقة إضافة الزوجة المحرومة وإضافة المواليد بتاعة بطاقة التموين. إن شاء الله تابعوني على القناة، وإن شاء الله أي جديد خاص بالتعليم والتموين إن شاء الله هنزله هنا على القناة. هقول لكم على بعض الأوراق المطلوبة لبعض الخدمات مقدمة من مكتب التموين على حسب الخدمة اللي حضرتك بترغب فيها. خدمة بدل فائد أو تالف، صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، واستمارة الخدمة. الاستمارة دي بتتجاب من مكتب التموين، بس أهم حاجة إن الرقم القومي يكون ساري. فصل اجتماعي للزوج، الورق المطلوب صورة بطاقة الرقم القومي وبس برضو تكون سارية، صورة وثيقة الزواج المميكنة تكون كمبيوتر، قسيمة زواج بس كمبيوتر، واستمارة الخدمة. فصل اجتماعي طلاق، صورة الرقم القومي معدل مطلقة، يعني البطاقة يكون مكتوب فيها مطلقة، صورة وثيقة الطلاق مميكنة يعني قسيمة طلاق بس تكون كمبيوتر، واستمارة الخدمة. فصل اجتماعي عيشة مستقلة، صورة الرقم القومي يكون ساري، عنوان الرقم القومي للطالب مخالف، عنوان البطاقة سارية رب الأسرة يعني، استمارة الخدمة. نقل من محافظة لمحافظة، صورة الرقم القومي، العنوان مطابق للمحافظة المنقول إليها، يعني المحافظة اللي حضرتك هتكون موجود فيها العنوان يكون موجود في بطاقة الرقم القومي، أو العنوان يكون يثبته أي حاجة، وصل غاز، عقد، أي حاجة. واستمارة الخدمة. لو عندك أي أسئلة أو أي استفسارات خاصة ببطاقة التومين الفصل أو إضافة المواليد أو أي حاجة خاصة ببطاقة التومين، سيبيلي سؤالك تحت في التعليقات هرد عليك إن شاء الله. دي كده آخر قرارات وزارة التومين. ما تنسيش إنك تعملي لايك واشتراك في القناة، هنزل لكم كل جديد خاص بالتموين والتعليم إن شاء الله.